السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة. عمرك فكرت إيه اللي هيفضل منك بعد ما تمشي؟ مش شكلك ولا فلوسك ولا لبسك، اللي هيعيش بعدك هو أثرك، لمستك، جبرك، كلمة قلتها غيرت حياة حد. عمرك دخلت مكان وبعد ما مشيت حسيت إن المكان نفسه اتغير؟ عمرك شفت حد وبعد ما سابك لقيت قلبك اتقلب؟ في ناس بتمر علينا زي النسمة تسيب ريحة طيبة، وفي ناس بتمر زي السهم تسيب وجع. والغريب انك مش بتفتكر الناس بملابسهم ولا بشغلهم، انت بتفتكرهم بلمستهم، بنبرتهم، بلحظة صغيرة عملوها بدون ما يحسوا. احنا يا جماعة ما احناش اجسام، احنا بصمات، وبصمتك يا اما بتداوي قلب يا اما بتوجعه. وعمرك والله العظيم عمرك ما هيتقاس بالسنين، إنما هيتسجل بالأثر اللي سبته وراك. والأثر ده هو اللي هيحكي عنك بعد ما صوتك يبطل يتسمع ووشك يبطل يتشاف. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات هسيب أثر في الدنيا قبل ما اسيبها. ويلا بينا نكمل رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي اترك أثر في الناس قبل ما تتركهم. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في حد محتاج كلمة منك مش عارف يقولك، وفي حد بيتعامله عادي جدا بس هو شايلك في قلبه، وفي حد بتعدي عليه من غير ما تاخد بالك بس وجودك بالنسبة له راحة. الناس مش عايزة غنى، الناس عايزة صدر يطمن وقلب يسمع وكلمة تهون. في ناس مش بتتشفي من وجعها بس بتستنى لما حد يطبطب عليها. اعمل اللي تقدر عليه، ابتسامة، كلمة، دعوة، مساعدة. والله يا حبيبي الخير اللي بتعمله هيرجع لك يوم ما تكون محتاجه مليون مرة. واوعى تفتكر ان الاثر لازم يبقى كبير، احيانا نبرة صوت بتنقذ روح. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. كان في راجل صالح اسمه انس بن هرمز، كان كل ما يشوف حد مهموم يقول له: قل في سرك يا رب وانا هدعي لك في سري. وفي يوم جه واحد غريب وبكى في حضنه وقال له: يا شيخ انا كل ليلة بدعي في سري والاقي حاجة تتغير في يومي، من غيرك دعالي. فابتسم وقال: ده دعاء ربنا، انا كنت بس سبب. أثره ما كانش كلام، أثره كان دعاء مستتر، ما بيدورش على شكر ولا نظرة رضا في عيون الناس. شاب كان دايما بيعدي على نفس محطة المترو كل يوم، وكان في عجوز بتنظف السلالم، وكل مرة يقول لها: تعبتي، ربنا يعوضك خير. ولا يوم نسي، وبعد شهور اختفت، رجع لقاها قاعدة بتعيط. قالت له: كل اللي بيعدوا محدش حاسس بيا غيرك، كنت مستنية كلمتك كل يوم. هو ما عملش حاجة بس رفع روحها المعنوية. والله ده أثر يخلي ربنا يفتح لك أبواب ما كنتش تحلم بيها. واللي عايز أقوله لحضرتك: خلي وجودك أمان، خلي كلامك جميل، وخلي قلبك وسيع. الناس مش بتفتكر معاملاتك، إنما بتفتكر إحساسهم معاك. وأكتر الناس اللي هتفتكرهم مش اللي ساعدوك، إنما اللي جبروا خاطرك. سيب أثر، خلي حد يفتكر اسمك في دعائه مش في وجعه. لو ما قدرتش تعمل خير كبير اترك أثر صغير، ربنا هيكبره لحد ما يبقى نور يشيلك يوم ما كل حاجة تقع من تحت رجلك. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي اترك أثر في الأماكن، المكان يحس. قال الله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأماكن بتبقى شاهدة علينا، المكتب اللي اشتغلت فيه، المسجد اللي صليت فيه، البيت اللي عشت فيه، كلهم هيفتكروا هل كنت سبب راحة ولا مصدر أذى. في ناس تمشي من مكان تسيب وراها هدوء، نظام، ريحة خير، وفي ناس تمشي تسيب وراها فراغ وكسرة. اترك أثر في شغلك، اتقن عملك واشتغل بإخلاص. خلي أي حد يجي بعدك يقول: اللي كان هنا كان محترم، كان نظيف، كان صادق. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة.
كان الإمام عبد الله بن المبارك يدخل خان صغير للمسافرين، وكان بيقوم آخر الليل ينظفه بإيده ويحط مية للناس اللي هتصحى بعده، ويمشي قبل الفجر. محدش كان يعرف، لكن كل مسافر كان بيقول المكان ده فيه ريحة بركة. هو ما كانش ظاهر، بس أثره كان واضح زي الشمس. موظف بسيط كان كل يوم يدخل شغله مبتسم، يساعد الناس ويسمع ويطيب خاطر. مشرفه كان بيكرهه ونقلوه فرع تاني. بعد بأسبوع الشركة انهارت من جوه، لأنهم اكتشفوا إن الشخص الوحيد اللي كان ماسك المكان هو اللي محدش شاف قيمته. في ناس وجودها مش باين، بس أثرها ماسك الدنيا. واللي عايز أقوله لحضرتك، سيب ريحة حلوة في المكان اللي تمشي منه، سيب نظام، سيب ترتيب، سيب ذكرى حلوة. خلي أي حد يفتكر وجودك يبتسم. اشتغل بإخلاص حتى لو محدش قالك شكرا، لأن ربنا شايف. وخلي مكانك يشهد لك إنك كنت عامل خير. الأماكن بتحفظ، والله العظيم بتحفظ، وهي اللي هتشهد لك يوم القيامة. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي اترك أثر في آخرتك، الأثر اللي يعيش بعد موتك. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الآخرة يا جماعة مش زي الدنيا، ما فيهاش تصفيق ولا إعجاب ولا شهرة، إنما فيها أثر، فيها نور، فيها عمل طلع للسماء وربنا تقبله. اعمل حاجة تبقى ماشية وراك، مصحف، بناء، علم، دعوة، ستر أو مساعدة. حاجة لما تموت تفضل تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الأثر الحقيقي مش في عيون الناس، إنما الأثر الحقيقي قدام رب الناس. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. كان في راجل اسمه ربيع بن خثيم، كان بيكتب أدعية صغيرة على ورق ويزرعها في جيوب الفقراء من غير ما يحسوا، ومات. ولما يفتحوا كفنه لقوا ورقة مكتوب فيها: يا رب اجعل أثري في عبادك سترا لا رياء. ده أثر ينور قبر صاحبه. في أم بسيطة كانت كل جمعة تشيل من مصروفها وتشتري زجاجات مياه وتحطها عند باب المسجد. ماتت، وبعدها بشهر لو أطفال جايين يسألوا فين الست اللي كانت بتسقينا. الأم راحت، بس أثرها لسه بيحضن الناس. واللي عايز أقوله لحضرتك، ابني لك نور، ابني لك صدقة، ابني لك أثر يعيش بعدك. الدنيا قصيرة والموت أقرب من طرف العين، لكن الأعمال هي اللي بتفضل ماشية بالنيابة عنك. كل خير بتعمله هو اللي هيستقبلك في قبرك. سيب أثر، واوعى تمشي من الدنيا وانت فاضي. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. احنا ما جيناش الدنيا علشان نعدي وبس، احنا جينا نسيب علامة، حاجة تشهد ان روحنا مرت من هنا. الدنيا قصيرة لدرجة انك ممكن تصحى تلاقي حد كان جنبك اختفى، وممكن في لحظة تكون انت اللي هتمشي. بس قبل ما تمشي سيب أثر، سيب خير، سيب جبر، سيب حاجة الناس تدعي لك بيها بعد ما صوتك يسكت وحياتك تتقفل وباب الدنيا يترزع وراك. خلي سيرتك تتقال بحب، وخلي ذكراك تبقى راحة، وخلي مرورك يبقى نور مش وجع. ما تمشيش من الدنيا فاضي، سيب حاجة تملى صحيفتك وتنور قبرك وتشهد لك يوم ما تقف قدام ربك. واسمعني كويس، الناس ممكن تنساك، بس أثرك عمره ما هينساك. وأخيرا أدعو الله: اللهم اجعل آثارنا طيبة كطيبة ذكرك، واجعل ما نتركه بعدنا نورا يجري في صحائفنا. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان، واجعل حياتنا جبرا للقلوب وسترا للناس ورحمة لعبادك. اللهم لا تجعل مرورنا في الدنيا بلا أثر، ولا تجعل أعمالنا رياء ولا سمعة، وأنزل علينا من بركاتك ما يجعل سيرتنا بعد موتنا حياة أخرى. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات ايه الأثر اللي نفسك تسيبه في حياة الناس. اكتب تعليق يمكن تكون بداية التغيير الحقيقي. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.